البروتين الحيواني مش البروتين النباتي. المينرالز اللي هي المعادن عشان الناس تبقى فاهمه معانا ان مش كل الاسماك هتتاكل، يعني نبعد عن السكريات والحلويات والكلام ده كله. ركز على التغذيه مش على الكميات. يكون في غممان نفس ودوخه، ايه الحل في الموضوع ده؟ وفي امهات بتقطع الاكل خالص، بس تاخد يعني تحاول تاخد وجبه فيها سوائل مع حاجه ناشفه. ايه الاكلات اللي الحامل ممكن تقلل منها او تمنعها خالص؟ اللبن، تاخده لبن مبستر، فدي ممنوعه وما يستحسنش ان هي تاخدها. كام لتر ميه يوميا في اخر 3 شهور من الحمل، لان ده بالنسبه لسكر الحمل يا دكتور، في ناس بيجي لها سكر حمل، ليه بيجي وايه علاجه؟ ده التحليل الخاص بسكر الحمل. جميل يا دكتور الكلام ده، واستفدنا منك كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بيكم في الحلقه الاولى من الموسم الثالث من بودكاست بين العلم والقران. معانا النهارده منورانا دكتوره انجي ابو المكارم، اخصائي تغذيه علاجيه وسمنه ونحافه وصحه نفسيه ومعالج نفسي اكلينيكي وارشاد اسري واخصائي تعديل سلوك ومقدمه برامج. ازيك يا دكتور انجي، عامله ايه؟ الحمد لله يا دكتور ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحشاني والله. وانتي اكتر والله. النهارده بقى باذن الله جايين نتكلم عن تغذيه الام الحامل. تمام. فعايزين بقى نعرف منك كده شويه حاجات. هناخد النهارده اهم حاجات الناس بتسال عنها. ايه هي اهم العناصر الغذائيه المهمه للام الحامل؟ بصي، الام الحامل محتاجه الاول الطفل الجنين بيتكون، فبيبقى لسه الام محتاجه تعمل حاجه اسمها انابوليزم دي اللي هي تكوين للجسم اللي هو الجنين. الجسم بيحتاج عناصر اساسيه زي الكارب، الفاتس، البروتين، نشويات، دهون، بروتين. ولما بنيجي نتكلم عن البروتين، احنا كده بنتكلم عن البروتين الحيواني مش البروتين النباتي. الام بتبقى محتاجه بروتين حيواني زياده شويه عن المعتاد. في فرق بين البروتين النباتي والحيواني؟ ايوه، البروتين النباتي اللي هو في البقوليات زي الفول، العدس، البقوليات عموما يعني الافيد مثلا الحيواني التغذيه الافيد الحيواني. لان البروتين النباتي شويه بيعمل انتفاخات، غازات في القولون، بيعمل مشاكل. لكن البروتين الحيواني هو خاص بالبناء وبعمليه الانابوليزم اللي انا بقولك عليها اللي بيحتاجها الجنين. كمان الام بتحتاج عناصر زي الفيتامينز والمينرالز، الفيتامينات والمعادن. فلما بنيجي نتكلم عن الفيتامينز، فاحنا بنتكلم عن فيتامين دي وفيتامين سي وفيتامين بي 9. هنلاقي العناصر دي موجودة فين؟ الفيتامينز احنا بنحتاج كالسيوم، بنحتاج مغنيسيوم، بنحتاج بوتاسيوم. دي هتلاقيها موجودة في الفاكهة زي الجوافة، البرتقال، الفراولة. اما بالنسبة للمينرالز اللي هي الحديد والبوتاسيوم، فهتلاقيه المينرالز اللي هي المعادن عشان الناس تبقى فاهمه معانا. فهتلاقيها موجوده في الموز بيحتوي على بوتاسيوم وحديد. جميل. فالموز مهم جدا. معانا الفراوله كمان. معانا بقى هنلاقي عناصر زي لما بنيجي نتكلم عن البروتين الحيواني، هنلاقي احنا بنتكلم عن اللحمه والفراخ والسمك. بس السمك شوية هنتكلم عنه بعدين، ان السمك لازم ناخد بالنا ان مش كل الاسماك هتتاكل. في اسماك بيفضل الاسماك النيلية. دي اهم حاجة. وهنقول الاسماك الممنوعة للام الحامل بعد كده. بس دي اهم العناصر. طبعا الفاتس، لما هنتكلم عن الفاتس اللي هي الدهون فاحنا هنتكلم عن الدهون الصحية زي زيت الزيتون، زي المكسرات، زي السمنة البلدي الطبيعية. الكارب طبعا احنا بنتكلم عن الكربوهيدرات او النشويات، فاحنا بنتكلم عن الكربوهيدرات المعقدة اللي هي زي البطاطس، زي القمح، الحبة الكاملة، اللي هو العيش الاسمر، الرز البسمتي ممتاز جدا. جميل. بس فدي اهم العناصر. فالكربوهيدرات المعقده يعني بلاش يعني نبعد عن السكريات والحلويات والكلام ده كله. احنا بندي الام اكل تغذيه، هي المفروض ان هي بتاكل اكل زياده عن المعتاد.
يعني بس احنا بنديها تغذية صحية. يعني هي المفروض تركز على التغذية مش على الكميات؟ لا، الكميات بس تغذية صحية، يعني اكل صحي. يعني حتى لو مثلا تاخد احنا كميات، ده قصدي ان هي تاخد الكميات بس في اكل صحي. في اكل صحي، اه، مش كميات مش اي الهدف اكل ان احنا وخلاص. ناخد كميات وخلاص. بالظبط. طيب يا دكتور، في اول 3 شهور بيكون في غممان نفس ودوخة، ايه الحل في الموضوع ده؟ وفي امهات بتقطع الاكل خالص. بالظبط. هو الفكرة بس ان بيبقى في ضغط على الجهاز الهضمي شوية، فعشان كده الأم بيجيلها غممان نفس، ما بتقدرش تاكل، بتحصل مشكلة في الترجيع، قيء، حاجات كده. فالفكرة ان هي تاخد الحل بقى ان هي تاخد وجبات خفيفة كل ساعتين. يعني مثلا بس تاخد، يعني تحاول تاخد وجبة فيها سوائل مع حاجة ناشفة، ما تاخدش حاجة ناشفة مرة واحدة. يعني مثلا تاخد كوباية لبن مع تمر، تمام. بعد ساعتين مثلا تاخد فاكهة مع كوباية عصير مثلا. فتحاول تزود في السوائل شوية، بس تكون سوائل مفيدة يعني. وتحاول تدخل معاه حاجات خفيفة كده يعني كل مفيش ساعة. مشكلة لو احنا كترنا عدد الوجبات بس تكون بالظبط. بكميات قليلة. يعني 5 وجبات 7 وجبات زي ما هي عايزة كل ساعتين. لو حابة كل ساعتين تاخد حاجات بسيطة، بس يكون حاجة سائلة مع حاجة سائلة مع حاجة صلبة. تمام. وتزود من السائل، وتحاول العناصر بقى اللبن مثلا مع تمر، مع يعني تكون حاجة صحية، رز بلبن، حاجات دي كلها. طيب ايه الاكلات اللي الحامل ممكن تقلل منها او تمنعها خالص؟ بصي، طبعا المشروبات اللي يستحسن ان هي تقلل منها خالص، ده لو ما كانتش تمنعها، يعني الكافيين، الشاي، النسكافيه، القهوة. معانا الاكلات الرو، زي مثلا معانا الجبنة الريكفورد، معانا الاندومي. اللبن هي ما ينفعش تاخد، يعني مش صحي ان هي تاخد لبن اللي هو اللبن الطبيعي العادي اللي بيجي من عند اللي بيتغلى ده. اللبن تاخده لبن مبستر عشان تضمن التعقيم بتاعه. يعني اللبن المبستر، لا، او عشان هو كمان بيبقى متعقم، ومش بيبقى يعتبر مش رو، مش ني يعني. فهي اي حاجه مش لبن مثلا وغليته اكتر من مره، يعني عشان تضمن نظافته وتعقيمه، ده تمام ولا لا، هو يستحسن المبستر. تمام. الاكلات الرو بقى عموما اللي هي مش مستويه كويس دي تحاول تقلل منها. الاكلات اللي غير مسموحه خالص، احنا كنا اتكلمنا عن الاسماك، ان هي تاكل الاسماك عادي مفيش مشكله. بس احنا معانا الاسماك اللي هي بتحتوي على زئبق، دي ممنوعه. زي ايه الاسماك اللي بتحتوي على زئبق؟ زي التونه، سمك التونه، سمك المكريل، سمك القرش، اي اسماك ابو سيف، الاسماك الكبيره اللي هي حجمها كبير في الاساس، فدي بتحتوي على نسبه زئبق عاليه، فدي ممنوعه وما يستحسنش ان هي تاخد. طبعا الاندومي، السوشي، الحاجات دي كلها تعتبر اكلات رو، او مش مستويه، فما يفضلش ان هي تاكلها يعني. طيب احنا عارفين ان شرب الميه مهم جدا للام الحامل. طبعا. مسموح للام الحامل تشرب كام لتر ميه يوميا؟ بصي، الام طبيعي، يعني الست طبيعي، او اي حد طبيعي المفروض بيشرب كميه ميه كبيره. اما الام الحامل بقى فالمفروض تشرب كميه ميه اكبر عشان السوائل اللي في جسمها، لان السوائل لو اتجمعت في جسمها هتحبس ميه في الجسم، والبيبي هيتجمع حواليه ميه كتير. فهي المفروض لو هي مثلا بتشرب 2 لتر في العادي، تشرب 3 أو 4 لتر كمان، يعني ده تكتر يعني عن المعتاد. طبعا. تمام. يعني هو يفضل من 3 ل 4 لتر يوميا، وانا برجح 4 لتر اكتر يعني. تمام. طيب بالنسبه للام اللي كانت بتمارس رياضه قبل فتره الحمل، هل مسموح لها ان هي تكمل تمارس الرياضه ولا احسن ان هي توقف؟ لا، بالعكس، الرياضه ممتازه جدا، خصوصا اخر 3 شهور من الحمل. في ناس بتقول غلط، في اول 3 شهور ممكن يحصل اجهاض. بصي، هو اول 3 شهور ما يفضلش قوي ان هي تمارس رياضه. بس طبعا الرياضه احنا بنقول لما تمارس رياضه مش بنقول تروح الجيم ولا تلعب كارديو. يعني تتمشى مثلا نص ساعه، ربع ساعه،
خصوصا في اخر 3 شهور من الحمل، لان ده بيسهل جدا الولاده. بالنسبه لسكر الحمل يا دكتور، في ناس بيجي لها سكر حمل، ليه بيجي وايه علاجه؟ بصي، سكر الحمل هو بس الموضوع ده يعني مهم جدا، ان في ناس بتجيلها سكر وهي حامل وبتكتشف فجأة ان هي عندها سكر، وهي في الاساس ما كانش عندها سكر. هي مش في الاساس ما كانش عندها سكر، هي بتكون داخله مثلا اوبيز، سمنه، او اوفر ويت، او بتكون داخله الحمل وهي عندها مقاومه انسولين. فتغير الهرمونات، يعني اي واحده حامل بيجي لها تغير الهرمونات. تغير الهرمونات ده بيخلي يحدث سكر في الحمل. وكمان لو هي داخله الحمل وهي مثلا سنها 35، يعني فوق 30 سنه، فهي معرضه برضو للاصابه بسكر الحمل. فطبعا مهم جدا جدا ان الام قبل ما، يعني وهي اول ما تتجوز، او يفضل كمان وهي بنت او وهي مخطوبه، ان هي تعمل تحليل سكر. فلو هي عندها مقاومه انسولين او عندها سكر، فتحاول تعالجه قبل ما تدخل على الحمل، عشان الموضوع ده بيجيب لها سكر حمل وبيأثر. طيب، في كمان تحليل مهم بنعمله اسمه تحليل OGTT. التحليل ده هو عبارة عن 3 تحليلات في بعض. بيتعمل أول حاجة صايم بعد صيام 8 ساعات. يفضل ان ده بيتعمل للأم الحامل؟ اول الحمل. تمام. يعني اول الحمل او قبل الحمل. تمام. او ده التحليل الخاص بسكر الحمل. اسمه OGTT. هو بيتعمل ازاي؟ بيتعمل الاول بعد صيام 8 ساعات. بتفضل ان بيتعمل صايم الاول. بيفضل النتيجة تكون تحت 90. بعد كده فن المعمل بيدي 75 جرام جلوكوز، وبتستنى ساعة وبتعمل التحليل تاني، ويفضل ان هو يكون تحت 180. بعد كده بتستنى 2 ساعة وبتعمل التحليل تالت مرة، ويفضل ان هو يكون تحت 150. تمام. جميل يا دكتور الكلام ده، واستفدنا منك كتير. عايزين بس نعرف اعراض سكر الحمل. يعني ايه الاعراض اللي انا اول ما اشوفها كده اعرف ان الام دي عندها سكر حمل، او هي تلاحظ مع نفسها؟ بصي، هو اعراض سكر الحمل زي الاعراض السكر العادي، اللي هو التبول الكتير، اللي هو العطش، الدوخة. اي حد عنده سكر عادي نفس الاعراض بتاعه السكر العادي هو بيبقى هو سكر الحمل. بس يعني بس هي الاعراض دي شويه بتبقى متشابهه لاعراض الحمل، بالذات لو في الاول. لا، بس يعني ايه، الاعراض السكر بتبقى معروفه، لان بتحسي ان هي عايزه تاكل، عايزه كل شويه تخش الحمام، ريقها بينشف. فالموضوع بيكون مختلف طبعا عن اعراض الحمل. هو في بس ان في امهات بعد ما بتولد ما بيروحش منها سكر الحمل، وفي امهات بعد ما بتولد بيروح منها سكر الحمل. هو عادة بيبقى يعني زي ما قلنا بتبقى الام داخله بمقاومه انسولين اساسا، ومقاومه الانسولين هنتكلم عنها ان شاء الله في الحلقه الجايه. فهي ما بتبقاش عارفه ان هي عندها مقاومه الانسولين، لان معظم الناس ما بيبقاش عارفين ان هم عندهم انسولين ريزيستنس او مقاومه انسولين، فبيبقوا داخلين على اساس ان هم ما عندهمش سكر، فبيفاجئوا ان هم بيتصابوا بسكر الحمل. طيب دلوقتي لو الام حصل لها الاعراض دي واتاكدت لا قدر الله ان في سكر حمل، تتصرف ازاي او ايه العلاج؟ بصي، هي الفكره هي يعني عشان طبعا الام بيبقى العلاج شويه مش متاح ليها قوي الحامل. فهي بيتعمل لها نظام تغذيه بمقاومه الانسولين مع الحمل، اللي هو ايه، اللي هو المفروض ان هي بتقلل الكربوهيدرات. يعني هو المفروض اصلا ان الطفل لازم يدخل له جلوكوز، فهي المفروض في العادي بتزود كربوهيدرات. فاحنا بنحاول ان احنا نديها الكربوهيدرات اللي هي المعقده قوي، زي البطاطس، زي الرز البسمتي اللي احنا قلنا عليه في الاول،
ومش بنحاول برضو يعني، هي بتبقى نسبة وتناسب يعني. فهي يفضل ان هي بتتابع مع دكتور تغذية عشان يظبط لها الحمل، او يظبط لها الكميات، ويظبط لها يعني تاخد قد ايه من الكارب، تاخد قد ايه من البروتين، وبنزود لها البروتين برضو. استفدنا منك كتير جدا النهارده يا دكتور، وطبعا الموضوع ما خلصش لحد كده وما اتقفلش لحد كده، لسه معانا اسئله كتيره جدا. ان شاء الله باذن الله هنطلع لايف بكره يوم الجمعه، وهنكمل بقيه الاسئله والمواضيع اللي احنا لسه ما فتحناهاش في تغذيه الحامل، وهنرد على اسئلتكم. انتظرونا بكره باذن الله في اللايف. والحلقه الجايه ان شاء الله هنكمل كلام عن مقاومه الانسولين مع دكتور انجي ابو المكارم. ما ننساش نحط لايك ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.